عاملين ايه؟ وحشتونا، بقالنا مدة كبيرة أوي ما بننزلش فيديوهات. أهم حاجة أقول لكم بس اكتبوا لنا في التعليقات الحمد لله على السلامة. مامة كيرو قامت بالسلامة، جابت لنا قايلة. فأنا بعمل لهم مفاجأة، أول مرة في حياتي أخش المطبخ وأخترع وأعمل كيكة، ويا رب تطلع حلوة. ادعوا لي كده اهو تطلع حلوة، ولما تشوفوها تقولوا لي ايه رأيكم. يعني اكتبوا لي في التعليق دوت، هل أنا طلعت حلوة ولا عالية ولا واطية ولا نية ولا ايه، ولا المقادير اللي أنا بقى جايبها كده. بصوا أنا جايب نص كيلو دي، بس مش هاخد الدقيق كله، هاخد منه معلقتين وشوية، وكوبايتين سكر، واربع بيضات، وجايب 100 جرام زبده، وعلبتين زبادي بلبن. بصراحه ربنا زبادي زي العسل، ولا اكنها زبادي اللي هي اليوناني دي، ب 35 جنيه. ايه ب 35 جنيه؟ ما ايه ب 10 جنيه بلبن جميل. واثنين فانيليا، وواحده بيكنج باودر من تاج الملوك. وهنبدا بقى ايه نخترع الاختراعات ديت. ودي الصينيه اللي احنا بنجهزها، وديت البلاستيكه اللي احنا هنتدرب فيها، ودي المصفى اللي هنفضي فيها دي، وده الشفشه اللي احنا هنضرب فيه. احنا هنعمله في الايه، في الخلاط، مع ان عندي مضرب البيض بس انا عايز اعمله بالخلاط عشان انا خايف احسن حاجه تبوظ. هنبدا دلوقتي بقى ايه، نجمع الحاجه كده اهوت، نعملها فين؟ نحطها في الخلاط وربنا يستر. معلش خليكم معايا ثواني بس عشان انا الشكل كده هخرب الدنيا. فادعوا لي كده اهوت واكتبوا لي هل انا بوظت الدنيا ولا هتطلع حلوه ولا ايه، وربنا يستر. ويا ريت يعني تشتركوا بالقناه، عشان بصراحه ربنا احنا محتاجين ان انتوا تبقوا معانا ان شاء الله، تدونا دفعه قويه، نطلع للامام بيكم. وباذن الله القناه دي ترجع تشتغل وتحقق ارباح، مع انها كانت زمان بتحقق ارباح وعليها اعلانات، بس احنا عشان سيبناها للظروف يعني غصب عننا، وقفت منها وسحبت منها الارباح. فيا ريت تتابعونا وترجع تشتغل القناه تاني وتدخل ربح. خليكم معانا ثانيه واحده معلش، او 5 دقايق بس. اكسر البيض واحط دقيق واحط السكر واحط الزبده واحط الفانيليا واحط الزبادي واحط كل ده وتضربه في الخلاط، واحنا ايه، وانا يلا بقى انا ونصيبي هتطلع حلوه باذن الله. بس ادعوا لي بقى، خليكم معايا ثانيه واحده. بصوا يا جماعه، انا قطعت حته زبده عشان احطها في الصينيه، وبعد كده اكب عليها دي زي ما انا كنت شايف مامة كيرو كانت بتعمل الكلام ده. خليكم معايا ثانيه واحده، ناخد حته زبده تاني احتياطي احسن ايه تبقى رايحه النهايه كده. دي اللي احنا هندعك بيها ايه الصينيه، تمام. السكين كده مش عارف مين هيعمل نوعين دي، بس ربنا يستر بقى. نجيب البيض معايا، كسر البيض هنا، انا مش شايف بس انا ايه شغال. كسر البيض وربنا يستر. اول بيضه كسرت الحمد لله. خش على بعديها، وادي البيضه الثانيه. ولا ايه، في حاجه وقعت جوه لازم دي ايه نجيبها. خلي بالكم عشان ممكن عايز ياكلها، عندنا مصيبه تعمل زي بقى احنا ونصيبنا بقى. بس البيضه تاني ماشي. مفيش البيض التشوش مش هتتكسر. ايه البيضه دي؟ ايه ده؟ كسرناها. في علبه ايه، ناخد البيضه كده على جنب الحوض عشان ما نعملش حاجه بسرعه. نجيبه بقى ايه، خلاطه خل، ناخد خل كده. معايا ثانيه واحده معلش، كوبايه ايوه نقفله ثانيه واحده. نعمل بقى تاني، نجيبه السكر ده كوبايه هنا. خلي بالكم انا مركب التليفون ومخترع، مش عارف بقى السكر ده هنعمل فيه ايه. فاحنا هنجيب اللمامه نعمل كده، نسحب بيها السكر. ماشي. اهم حاجه في كل ده بقى ان انتوا ايه، يعني زي ما انتوا شايفين. ماشي بس نجيب الثانيه نحطها كده. ايوه اهم حاجه مفيش حاجه تتكب بره، ربنا يستر. بقول لكم صح، في سؤال صغير بس عايز حد يجاوبنا عليه. يعني اللي مش متجوز ده بيعمل ايه؟ بياكل وشه ازاي يعني؟ دي زبادي، بص الزبادي جميله ازاي، نحطها كده. الزبادي بصراحه ربنا يعني زبادي جميله، زبادي حلوه بصراحه. ماشي. نعمل بقى ايه بقى كده، ننزل الزبادي او كده الاختراع. خلصت فاضيه صح؟ لسه فيها هنا. اهم حاجه ايه تعمل كل حاجه صح عشان ايه الزبادي ربنا يستر. خلصنا، احنا بنرمي في الحوض وربنا يستر المطبخ ده ينضف. وادي الكوبايه التانيه
بس بقول لكم ايه، ان شاء الله تطلع يعني ادعوا لي بس واكتبوا لي في التعليقات يا ترى ايه اللي حصل مع العيال، اكلوها ولا لا. النهارده بقى نازل ايه عشان اشتغل ولا اشتغل ولا عمل، لقيت الجو جامد قوي في الشتاء، خدتها من القصيره قلت اخترع بتاع دوت كيكه ليهم اللي عند ماما في العجمي، انا سبتهم ماشي. لا والدتي انا الله يرحمها ويسامحها ادعوا لها بالرحمه ان ربنا يرحمها. لا دي مامة مراتي، ربنا يخليها ويديها طول العمر والصحه والعافيه. الست يعني معتبرها في مقام والدتي، ووالدتي ادعوا لها بالرحمه الله يرحمها ويسامحها. بعد كده احنا حطينا نجيب المعلقه كده نحطها هنا، نجيب بقى ايه البيكنج باودر، تقريبا البيكنج باودر هو اللي بيتحط صح يا جماعه؟ حد يقول لنا يا جماعه البيكنج باودر بيتحط مع ولا مين مع مين؟ ولا الفانيليا اللي بتتحط؟ ها لا ده الفانيليا، البيكنج باودر ما يتحطش، الفانيليا هي اللي بتتحط، الفانيليا هي اللي بتتحط. نكب الفانيليا هنا تقريبا، هي الفانيليا صح؟ قولوا لنا يا جماعه احنا كده مش عارفين اي حاجه، كله احنا بنرميه فين؟ بنرميه في الحوض تنضف ان شاء الله. اهم حاجه لما هتعمل مونو كيلو اللي انت قبل ما تعمل اي حاجه ولع الفرن يا عماد، ولع الفرن يا عماد. ليه ولع الفرن؟ اهي قالت بقى ايه ولع الفرن. دي بقى ايه 100 جرام زبده زي ما قالت لي، انا اخدت منها حته عشان ايه الاحتياط واجب، ناخد حته تاني، ناخد حته تاني الاحتياط واجب برضك عشان الصينيه ممكن ما تكفيش، لازم الصينيه اللي شفتها كانت بتعملها ازاي معرفش. دي الزبده دي ممكن ناخدها كده نقطعها ايوه كده 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 كده. احنا رمينا بقى ايه الزبده هنا مش عارف ممكن يحصل. فاحنا بقى هناخدها بقى ايه، خليك معايا ثانيه واحده بس عشان دلوقتي بقى معلش الفيديو قطع مني فبنصور الجزء التاني. احنا حاطين كده بصوا ده المنظر، الزبادي والاتنين فانيليا وال100 جرام زبده واتنين زبادي واربع بيضات وكوبايتين سكر، هنحطهم في الخلاط ونركبهم ونطلع ايه نضرب، مش نضربه بالعصايه ها، هنفكرها من ايه نضربه بالعصايه، نضرب بقى في الخلاط نبدأ بقى ايه نشغل كده ونوقف نشغل تاني الزبادي تضرب مع الزبده والزبده تتضرب معاها والزبده تتقطع انا نازل الشغل ما فيش بس افضل صح. انا عندكم بقى الفيديوهات وعلى مصر بقى كان مفيش عندهم ولا لا؟ احنا كان عندنا الشتاء تلج نضرب كمان مره ان شاء الله تطلع حلوه ممكن ما تضربناش. شايف كده احنا بقى نعمل ايه بقى؟ ناخد كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق تقريبا بيكنج باودر يضاف مسحوق اللي معرفش ايه على الدقيق. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنفضي كده الدقيق كوبايتين دقيق. خد معايا ثانيه واحده معلش ايه عشان انا هكابر، خد معايا بصوا يا جماعه كوبايه دقيق، حذر بقى عشان ايه ما يقعش في الايه في الارض. نعمل شبه محمد صبحي الله يمسيه بالخير في يوميات ونيس لما حب يعمل كيكة وخرب الدنيا. أنا بشتغل بحذر لأن مونو كيلو ما بيكونش في يعني النظافة فوق ما يعني تتخيلوها. دلوقتي احنا بقى نجيب الدقيق، نمسك الدقيق كده نكبه هنا كده على دي عشان الكوباية تمام، وادي كوباية تانية كده خد بقى كوباية جميل كده. حاطين كوبايتين ايه مش مليانين قوي، فاحنا نزود نص كوبايه وهتطلع حلوه باذن الله. كده 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 حطينا بقى ايه يا الله الهبو دوت ممكن يعمل مصيبه. معلش بقى ايه عملنا كده جو تلج ماشي. احنا نروح حاطين دي هنا كده نجيب الكوبايتين دول نحطهم برضك ايه المطبخ ماشي. نجيب بقى ايه البيكنج باودر ده
اللي هو ايه تاج البيكنج باودر معاهم، مش عارف تقريبا هو ده اللي بيتحط ولا مين اللي بيتحط على مين. المهم احنا عملنا كده خلاص، وكله في الاخر هيتحط مع بعض ويتضرب بالبتاع المضرب البلاستيك دوت. ارمي بردك في الحوض، نروح مخبطين كده بس كده، نخبط نقعد نغربل فيها عشان لو في وساخه في الدقيق او حاجه يبقى ايه ما ينزلش. وناخد الباقي تقريبا الدقيق ده مش عارف وحش في حاجه، لا دي حلو بتاع سوبر ماركت سلسبيل دوت يعني، الراجل الله يبارك له مش حتى نضيف بصراحه، وسعره حنين بصراحه ربنا كلمه حق تتقال يعني بحقه، يعني الراجل بصراحه حاجته نضيفه. نبدا بقى ايه نجيب الزبده اللي انا قلت لكم ناخدها، نعمل بقى ايه بقى، نمسكها كده بايدينا ونعمل بقى، نعمل دي بقى، نعمل دي كده معايا نسيح كده، ايوه نمسكوها كلها كده، نعمل بقى ايه نسيحوها عشان ايه ما تلزقش فين، انت حتى لو ساحت عملناها فيها تسيح مش على ايه على الكيكه، بس اهم حاجه ايه اللي احنا عاملين ندعة كده اهوت صغيره، احنا بنعمل كده ان شاء الله تطلع الكيكه دي حلوه باذن الله باذن الله. ادعوا لنا يا جماعه، ادعوا لنا ما تشمتش فينا من كيلو، الله ينور. يا ترى تطلع عاليه زي ما هي ما بتعمل عاليه ولا تطلع وحشه؟ يا ترى بقى ايه. طيب بصوا يا جماعه احنا عملناها كده وبعدين ايدينا بالزبده، بعد كده شفتها يا ترى عملت ايه كده، تفتكروا تكون عملت ايه؟ اللي يعرف يقول لك جدعان، اللي يخش على النت يعرف. ايوه تقريبا احنا قسمناها بالزبده، فبنحطوا ايه بقى، ايه دي صح دي ولا ايه مش عارف، انا هحط دي لو صح قولوا لي صح عشان مش فاهم اي حاجه، انا بعمل وخلاص، انا اول مره بصراحه ربنا يعني انا عايز ايه اخترع ويلا بالايد، انا غسل ايدي خلي بالكم نضيف قوي انا في الحكايه دي، بس انا قدرت اوصف قوي. بس انا بنحط بقى شويه دقيق، ناخد شويه دقيق خليكم معايا ثانيه واحده. قبل اي حاجه يا جماعه واحنا بنشتغل بني ادم يعني نضيف، اول ما بيحبش يزعل مراته ما صح يعني مش عايز بهدلها يعني، لازم الحاجه اللي احنا عملناها نلم اي حاجه بهدلها عشان تبقى ايه الحوض نضيف، والنظافه برضه يعني كده كده بالمناسبه نرميها تحت كده الحوض بقى نضيف تمام. شيلنا بشويه دقيق زي ما قلت لكم كده، ناخد دقيق نحط بقى ايه زي صح عندي صح ولا يا جدعان؟ حد يقول لي صح ولا غلط؟ انا عملت بقى الدقيق بقى واللي يحصل بقى، ولا هو بيتحط سكر بودرة ولا ايه؟ انا شايفها كان حاجه بتحطها ابيض ولا دقيق ولا سكر ولا ايه يعني، كان تعمل كده معرفش بتحط ده سكر تقريبا ولا دقيق، مش عارف بقى هي بتطحن سكر ولا دقيق عملته ولا ايه بالظبط مش فاهم انا. احنا عملناها الليله دي ربنا يستر زي ما انتم شايفين كده يعني، انا مش عارف انا بعمل ايه بس يلا ربنا يستر. دي طريقة الكيكة اللي في الخلاط، 4 بيضات و2 فانيليا و1 بيكنج باودر وعلبتين زبادي بلبن، جميلة أحسن من الزبادي اللي بيقولوا عليها معرفش إيه دي، والله ما عارف، بس أنا بصراحة ربنا اللي أنا أعرفه إن مفيش أحسن من الزبادي بلبن كده. هي الدنيا باظت، أنا شايف الدنيا باظت كده. جهزنا الصينية، ناخد بقى الاختراع اللي إحنا عملناه ده المضرب نكبه نضغطها كده عشان ميبقاش شكلها فيها عركة. نجيب بقى المضرب ده بس فتح توماتيكي زي ما بيقولوا كده. نبدأ بقى ايه نلم السكينة كده مقرش، ناخد الحاجة دي كده بعيد، دي دوت نحطها هنا. معلش يا جماعة بقى أول ما تخترع نجيبها ده كده، احنا بقى حاطين الزبادي ده ماشي، والمضرب هنا يعني لازم نعمل المضرب ده، مش أول مرة أعمل يا جماعة التهديد، نحطه كأنك بتعمل ورشة أسمنت يعني، اللي بتوع الأسمنت هيكسبوا بصراحة يعني، هيعملوا البتاع ده بسهولة أوي. بس احنا نقعد نضرب فيه كده ننزلها في دقيق ماشي،
هما كانوا كوبايتين إلا حاجة، وبعد كده حطيت حسبة نص كوباية دقيق. معلش تابعوني، هو في زلزال تقريبا، معلش كده خليكوا معايا. طبعا انتوا بتقولوا ايه اللي بيحصل دوت، ايه اللي انا شايفه ده، معرفش، بس هي شكلها كده ان شاء الله هتنجح. البتاع دي مش عارف لها ايه، نعمل ده كده، نحركها نخليها بقى كده، دي كده تحت، نعمل بقى كده بعد ده تك 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 تك، كل ما تضربهم يعني كل ما ايه، معرفش، بس احنا بنعمله تصدقوا حلو، الله يكون في العون. انا مالي، كان تيجي ايه تعمل الاختراع ده، قول لها مالي، لازم تعمل لهم مفاجأة يعني، لازم تعمل لهم مفاجأة. دلوقتي احنا ضربناهم كذا ضربة، شوف كده حلو ولا ايه؟ نزلنا ماشي، دي هنا كده بقى، ننزل بقى هنا، يلا ننزل اهي، بتنزل اهي يا جماعة، اهي تقدمها، شايفين احنا بنعمل ايه؟ نكوب ودينا اتخرط ولا ايه؟ لسه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نسحب بقى كله ماشي، قربنا لسه. الفرن دفت المطبخ قوي يعني، انا مولع الفرن دفت يعني مش حاسس بساعة يعني، بره تلج، انا واخد شتوية حق ربنا، شتوية مش اي شتوية، ممكن خلصت ماشي، سحبناها اهي، نسيب كده كده يكفي هذا الكرش. يلا ايه، لا جامدة واحد، الحب ده بقى عشان بيقولوا ال10 دي مش عارف، بس انا من عشان ناخد البتاع دي بقى ونفتح الفرن ماشي. احنا كده رحنا البوتاجاز، الفرن نحط عليها، نحط عليها ماشي ان شاء الله. نعليها، خلينا نعليها شوية، نشوفكم بقى ايه بعد ايه تلت ساعة. دلوقتي احنا بقى هنفتح الفرن ونجزها بالسكينة زي ما هي ما بتقول، نجرب ايه اللي هيحصل. هنفتح الفرن اهو كده معايا، ربنا يستر، نجزها بسرعة، طلعت كده تمام قوي وكده استوت. نطلعوها ايه بقى بره، ربنا يستر، ادعولي ان شاء الله تبقى حلوة، ان شاء الله هتبقى حلوة. مرة ثانية خليكم معايا، انا بقى ايه اطلعها من الفرن، اسحبها ربنا يستر. ايه رأيكم بقى؟ الله جميلة شكلها حلو، مش عارف بقى هتطلع حلوة من جوه ولا ايه رأيكم؟ كده بصراحة جامدة 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 يعني، مستوية والسكينة دخلت جوه ما فيهاش نقطة مية. ايه رأيكم بقى؟ أول اختراع اخترعه مع نفسي وربنا يستر. يلا أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، واختراع جديد، ويا عالم إيه اللي ممكن يحصل، ونشوف رأي العيال لما ياكلوا الكيكة ديت هيكون حلوة ولا وحشة. أنا مش هقدر أفتحها وأبوظها، فأنا أعملها لهم مفاجأة. أشوفكم في فيديو جديد، يلا سلام. ما تنسوش بس تشتركوا في القناة، ويا ريت ترجعوا القناة تشتغل تاني، كان عليها إعلانات وكان عليها حاجات كتيرة جميلة أوي، كنت مبسوط بيها أنا والعيال اللي يخسرها. سيبناها غصب عننا والله، غصب عننا بالمعنى أصح، حطيت يعني مش عارف أقول إيه بقى، منهم لله اللي أذنها. ما تنسوش بس تشتركوا بالقناة، ويا ريت تنشروا الفيديو ده، أنا نفسي ترجع بس تشتغل تاني.
عشان فرحة العيال. نفسي القناة ترجع تشتغل تاني ويبقى في إعلانات نازلة عليها. يا رب يا رب، أنا بتمناها والله. يعني أنا مشترك في حاجات صعبة، نفسي القناة ترجع تشتغل تاني. يلا، كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم في فيديو جديد. سلام.